أيضا تستطيعون أن تقولوا بأنهم يكبرون في الصلاة بهذا الشكل: الله أكبر. هذه الحركة القتالية التي قام بها دلدول كريمة كأني شاهدتها من قبل. سبحان الله، نفس هذه الحركة. نعم أيها المشاهدون الكرام، هذا دلدول كريمة في أيام الصبا كان حلمه أن يصبح يوما ما من سلاحف النينجا، أقصد من مقاتلي النينجا، لكنه علم أن هذا الطريق لن يوصله إلى شيء، ووجد أن ادعاءه التشيع أسهل طريق لكسب الأموال والفلوس على ظهر بعض مطايا الشيعة. يا دلدول كريمة، بيني وبينك عضلات ولا أروع. تسريحة جميلة. لنبدأ التصوير. هناك شيء غريب في شكلي. لحيتي، شاربي. هذا ليس شاربي. يا إلهي، إنه شعري. حرام علي تغيير تسريحتي. يجب أن أعيد التسريحة الوحيدة والفريدة في العالم، إنها التسريحة الفقارية. هكذا هكذا. يا إلهي، إنها في الاتجاه الآخر. أعتذر هكذا هكذا، وخصوصا هكذا. إنها التسريحة الفقارية. نعم، إنها التسريحة الفقارية الأسطورية، بالله عليك لا تغيرها. من المعلومات التي كشفناها لكم عن هذا الولد دلدول كريمة أنه يشتغل في شركة اسمها XPO لوجيستيك. هذه الشركة التي تعمل حتى على نقل الخمور، وهذا مقطع فيديو حصري من المكان الذي يعمل فيه دلدول كريمة. نعم، هذا الولد يعمل في شركة تعمل على نقل الخمور، ثم يخرج متبجحا ويتكلم عن أسياده. فمشغله بالحرام، وفي حلقة سابقة بصوته يعترف أنه يتعامل بالقروض الربوية. البيع ما عنديش اللي كتشوف فيها هنايا حنقل عليها، بتقول لك ما تعطيني فيها فلوس. عمتي الطوموبيل راه كريدي 10 المليون، عمتي كريدي من البنكة، عامين وانا كنخلص فيها عامين. فمأكله ومشربه كله من حرام، وهذا الذي أكسبه الدياثة حتى مع أهله. فهذه أمامكم صورة هذا الديوث مع زوجه كريمة اللئيمة، وهي تلبس البنطلون الضيق الذي يجسم عورتها. بهذه الصورة يرضى أن يخرج زوجته أمام الرجال، يرضى أن يرى الرجال حجم عورة زوجته. وإذا رجع للبيت أخذ الكاميرا وقال: اللهم صل على محمد وآل محمد. وسبحان الله، ومن انعكاس الفطرة عند هؤلاء القوم الذين تركوا دين الإسلام ولجأوا إلى غيره، أن لباس هذا الولد أستر من لباس زوجته. قميصه واسع فضفاض بخلاف قميصها ضيق يحجم صدرها. سرواله فضفاض واسع يصل إلى الأرض بخلاف سروال كريمة اللئيمة ضيق ويحجم عورتها. فلا ندري من المرأة ومن الرجل في هذه الصورة، وإن كان أصلا ليس هناك رجل في الصورة. أنت الذي ترضى يا مخنث، ترضى بأن تخرج أهلك بهذه الصورة أمام الرجال، وقد تكون تفعل هذا الأمر لتصطاد شباب العرب في شوارع باريس، وتفتر داير ما داير، تصطاد زلم شباب، يصير الزلم وراها ازدحام كلها تمشي، شلون القطار بالضبط. أنا عن نفسي لا أجزم بهذا، قد يكون وقد لا يكون، الله أعلم. فنستطيع الآن يا مقنع أن نعاملك بالمثل، فنقول مثلا فندق كريمة للاحتلام. فلكم أيها المسلمون أن تتخيلوا هذا الديوث الذي يقبل أن تخرج أهله بالبنطلون الضيق الذي يجسم عورتها، يخرج ويتكلم عن عرض أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، يطيل لسانه في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات العفيفات بنص كتاب الله عز وجل، وهو لم يستر أهله، بل يستعرض مفاتن كريمة اللئيمة في شوارع باريس عرض مجاني. هل هذه غيرة؟ من منكم يرضى بهذا الفعل من زوجته؟ فيا دلدول كريمة، أنت آخر من يتكلم عن الشرف. ومرة أخرى، قبل أن تقابل الكاميرا وتلبس قناعك قبل ذلك وتتكلم عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر أن مفاتن كريمة الآن أمام العالم جميعا. اسمعيني اسمعوا بالله عليكم، والله صوت امرأة، اسمعوا، بقول اسمعيني والله، يعني مش صوت راجل خالص. اسمعوا سمعيني فين الفلوس اللي كنشد؟ شفتوهم كيعطوني فلوس، شحال يضربوا بالكريدي، وغي كان الفيلا جاب عمتي شفتها، جات المسافه شفتها. اسمعي، يعني انا مش عارف، انا بس بوجه رساله لكريمه، انت ازاي وافقتي بهذا الولد؟ يعني ما فيش صوت رجولي خالص، يعني مش عارف ايه اللي عجبك فيه، لكن الله اعلم، يعني اكيد الحال من بعض.